يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح السعادة على عيونكم. معلش أنا صوتي تعبان، كنت آخدة دور جامد جدًا، وباحاول إن أنا أنزّل فيديو بس برضه تعبانة. ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ليّا، وفيديو النهارده فيديو جميل جدًا، وهنختم بيه إن شاء الله الشتا. طبعًا إحنا في أواخر الشتا، والحلبة المعقودة زي ما إحنا ما بنقول في اسكندرية أو المفتقة، دي بتبقى حاجة جميلة جدًا في الشتا، بتدفينا بتدينا طاقة. طبعًا أنتم عارفين فوايد العسل والحلبة، فالاتنين مع بعض حاجة فوق الروعة. الفيديو سهل وبسيط، وزي ما أنتِ شايفة كده لو حابة تبدأي مشروع هينفع معاكِ، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكم وما بين إيديّا. هنبتدي أول حاجة هنا، عندي فول سوداني وسمسم، حسب الكمية، ده نُص كوباية سمسم ونُص كوباية فول سوداني. لمّا تحبي تكتري هتكون أحسن، يعني لو كترتِ، بس هي دي الكمية اللي كانت موجودة عندي. كوباية فول سوداني، كوباية سمسم، مش مشكلة هتبقى أحلى وأحلى. أنا هادّيهم كده تقليبة حلوة يطلعوا الرطوبة بتاعتهم عشان يحتفظوا بالتحميصة بتاعتهم. خليتهم على جنب، جبت الحلة الحلوة دي وهانزل هنا بنُص كوباية من الزيت ومعلقتين دقيق. المكونات دي دي تكفّي كيلو عسل، عشان ناس كتير هتسألني طَب أعمل عسل قد إيه؟ ده كيلو. نُص كوباية زيت عليه معلقتين دقيق، هيبقوا معايا باللون الدهبي الحلو ده. هانزل على طول بالعسل بتاعي وأدّي له كده تقليبة جميلة، وزي ما أنتم شايفين أول لمّا يبتدي هيغلي معايا، هانزل بمعلقة كبيرة كده مليانة من الحلبة بتاعتنا العادي المصرية. أنا جبتها وغسلتها وحمّصتها وطحنتها، عايزة أقول لِك أحلى من بتاعة العطار. يعني لمّا أنتِ تجيبيها وتحمّصيها في البيت كده تدّيها في الكبة بتاعتِك تطحنيها، بتدّي يا جماعة طعم وريحة فوق الروعة. بجد أنا جرّبت بتاعة العطار مش حلوة خالص. أنتِ هاتيها وحمّصيها في البيت، هتدّي ريحة وطعم، وهتجيب لِك الشارع كلّه ياكل من الحلبة بتاعتِك. زي ما أنتم شايفين، في ناس بقى بتعملها بالحلبة المحوّجة، لأ إحنا في إسكندرية بنعملها بالحلبة دي. زي ما أنتم شايفين بقى هتقعد كده 5 دقايق تغلي معايا. ليه أنا حاسباها 5 دقايق؟ علشان خاطر تتعقّد معايا والدقيق اللي فيها يستوي. هنا بقى أنا نزلت بالسمسم وبالسوداني آخر حاجة عشان يحتفظوا بالتحميصة بتاعتهم. زي ما أنتم شايفين بقى هياخدوا ال5 دقايق غليان، هاقفل عليها واسيبها تهدى، وابتدي إن أنا أعبيها بقى في البرطمانات، في أي حاجة أنتِ بقى حابة عندِك تعبيها فيها هتعبيها. زي ما أنتم شايفين أنا سايبة لكم الفيديو براحته علشان تشوفوها واحدة واحدة. هي كده أنا قفلت عليها، باقول لكم بصوا السمسم شكله جميل إزاي. هنا بقى هابتدي إن أنا أفضّيها. هتقولي طب ما هنا يا رشا برضه هي خفيفة، لأ، اوعي لمّا تلاقيها خفيفة تقولي دي باظت مني، لأ ما باظتش. استني عليها ساعة 2 هي هتمسك نفسها. زي ما أنتم شايفين طالعة بالشكل العظمة ده، بجد تفتح النِفس. أتمنى إن أنتم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات أنتم بتعملوها بطريقة إيه ومن أنهي بلد. بجد باحب أتعرّف كده على حبايب قلبي من أنهي بلد، وبتعملوا بطريقتكم إزاي. أنا شُفت ناس عاملاها بطريقة الحلبة المحوّجة، بس إحنا في إسكندرية بنعملها بالحلبة العادية خالص. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، وبجد وحشتوني، بس أنا فعلًا تعبانة جدًا. ادعوا لي دعوة كده حلوة منكم ليّا، ربنا ما يحرمني منكم ولا من كومنتاتكم الحلوة. كنت معاكم رشا السيد، أشوفكم في فيديو جديد وسلام.